الحصول على جنسية أوروبية بالنسبة لمواطني الدول العربية أمرا مهما ويشغل بال الكثيرين، ولكن الكثير من العوائق تقف حيال هذه الميزة، وخاصة إن كانت متطلبات الدول التي تقدم الجنسية صعبة أو معقدة. وسنستعرض أسهل 7 دول يمكن الحصول على جنسيتها من خلال الزواج. وتعتبر دولة البرازيل من أسهل الدول التي يمكن الحصول على جنسيتها عبر الزواج، حيث أنه وفي المعتاد يمكن الحصول على الجنسية البرازيلية بعد عام واحد من الإقامة في البرازيل، لكنه وفي حال الزواج من البرازيلية يمكن الحصول على الجنسية بعد إنجاب طفل واحد أو تبني طفل. ويعتبر جواز السفر الإسباني من أفضل جوازات السفر التي توفر لحاملها حرية التنقل عبر بلدان الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يتطلب البقاء في إسبانيا مدة 10 سنوات أو بطريقة أخرى عن طريق الزواج، فبعد عام واحد من الزواج يمكن طلب الحصول على الجنسية الإسبانية. ولا تتطلب البرتغال الكثير من الشروط في حال الزواج من البرتغال، فالجنسية التي يمكن التقدم للحصول عليها بعد 6 سنوات من الإقامة يمكن الحصول عليها بعد فترة قصيرة من الزواج، ولكن تطلب من المتقدم للجنسية تعلم بعض من اللغة البرتغالية ما يؤهله للاختلاط بالمجتمع. إيرلندا لن يكون كافيا قول أنها جزء من الاتحاد الأوروبي وامتلاك جواز سفرها يعني التنقل عبر أوروبا كلها، بل عبر الكثير من دول العالم، إلا أنه أيضا يستمتع أهلها بانخفاض معدلات الضرائب التي يدفعها الإيرلنديون، ويمكن الحصول على الجنسية بعد الزواج ب2 فقط. والمكسيك على عكس ما يعتقد البعض من أن المكسيك دولة سيئة أو فقيرة، فجواز السفر للمكسيك مصنف ضمن أفضل 25 جواز سفر حول العالم، ويمكن لحامله دخول 133 دولة حول العالم، كما أن الحصول على الجنسية المكسيكية لا يتطلب سوى البقاء عامين داخل المكسيك بعد الزواج. بولندا تتبع دولة بولندا نظاما مشابها لبرنامج إيرلندا، لكن الفارق هو أن طلب الحصول على الجنسية يمكن تقديمه بعد 3 سنوات من الزواج، بشرط أن يقضي المتزوج عامين كاملين من 3 أعوام داخل بولندا، بالإضافة إلى دفع الضريبة على الدخل.